السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم إخواني وحبايبي متابعيني في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أحمد علي النجار من قناة من صيد أبو معتز، يحييكم إخواني. إحنا الآن في أوقات وأوقات جميلة جدا، هي الحج، في موسم الحج. والموسم هذا موسم حصد الحسنات. أي عمل تقدمه لله سبحانه وتعالى، عبادة، صلاة، ذكر، يضاعف لك عند الله سبحانه وتعالى. عون أحد، مساعدة أحد، المشاركة في مساعدة الحجاج بالسقيا، بأي مشروع، الله سبحانه وتعالى يثيبك أضعاف وأضعاف وأضعاف. بهذه المناسبة حقيقة عندنا إحنا أهل جدة وأهل مكة وأهل المدينة، عندنا كثير من العادات والتقاليد والذكريات الجميلة جدا اللي نحتفظ فيها في ذاكرتنا ونسترجعها أيام الحج. أيام الحج هذه بالرغم من أنها فضيلة وأجرها كبير، إلا أنه كمان في نفس الوقت ذكرياتها حلوة وجميلة. من الذكريات اللي عشناها وأفتكرها أنا وجيلي، جيل الثمانينات الهجرية، الستينات الميلادية، إنها طبعا كنا ناخد إجازة في الحج. إجازة يعني كنا بندرس كتلاميذ، كنا ناخد إجازة في الحج. مننا من يشتغل يساعد أبوه في الحج، لأنه في بعض آبائنا وبعض أرحامنا كان عندهم حملات حج، فكانت في إعداد أو مساعدتهم في الحملات هذه. أتذكر أنه زوج أختي الله يرحمه ويغفر له كان من أصحاب الحملات هذه، واحد من أصحاب الحملات دي. فكانت السيارات، والله ما زلت أفتكرها، لوري من اللوريات الكبيرة هذه، المرسيدس، اللي تحمل البضائع. فيجي يقسم، إن شاء الله ألاقي لكم صورة أوري لكم هي، يكون اللوري في منتصف اللوري يروحوا حاطين خشب، يسدوه بالخشب، اللي على أساس إنه الرجال يطلعوا فوق السطح والحريم من تحت. الحريم طبعا إذا كان في شمس أو شيء فمضلل ويحمي الحريم ويحمي الأطفال، والرجال معرضين للشمس ومعرضين للبرد، لأنه أحيانا يكون في موسم يجي الحج سبحان الله في موسم بارد، وأحيانا طبعا يجي في موسم حار زي السنة هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يلطف بالحجاج ويحميهم من كل شر. المهم، فكان رحيم يجهز السيارة هذه من قبلها بفترة، قبل الموسم، قبل الحج بفترة. وطبعا يكون في مسوي له مخيم في منى ومخيم في عرفة. طبعا كانت بسيطة يعني، مو زي الآن. في الحج أتذكر الوالدة وأغلب أهل جدة، طبعا في بيتنا أو في بيوتنا أغلبها ما كان في زي دحين بوتاجازات ومطابخ وحاجات زي كده. كانت يعني إذا كان في
دائما في الحج كنا نسوي، الوالدة الله يرحمها وأهل جدة كلهم وأهل مكة والمدينة بيسووا صواني المعمول والغريبة، على أساس إنه في أيام الحج الواحد يعني إذا جاء الطفل أو أحد يقتات بالغريبة هذه أو بالمعمول. فكان من العادات الجميلة إنه أهل البيت يسووا الغريبة دي. فطبعا زي ما قلت أول، مو كل أو ما كان في بيت عندهم بوتاجاز زي الآن أو فرن، سواء كان الكهربائي أو بالغاز أو شيء، فما كان في إلا الفرن حق الحي. أنا أخذ الصينية، فلان يأخذ الصينية، والثاني والثالث والرابع، وكلنا نتجمع في فرن الحي على أساس إنهم يخبزون المعمول. في أيام الحج كانت الدنيا كلها تتنقل إلى المشاعر المقدسة، مكة ومنى والمناطق هذه، كل الخدمات وكل الناس يلجأوا أو يروحوا في أو يسخروا نفسهم لخدمة الحجيج. فكان أغلب البقالات، أو طبعا ما كانت في بقالات بس بسيطة وتقفل في الحج، الفرن هذا يقفل في الحج، فاللي عنده أهله مثلا في البيت يحاول يجيب لهم مونة ويجيب لهم هذا، لأنه أغلب الأماكن البقالات وده تلاقيها مقفلة. فكانت ذكريات حلوة وجميلة ومعاناة صعبة يعني. في طبعا من ذكريات الحج في ناس من قبلنا كان عندهم بعض العادات الطقوس الجميلة ذيك الأيام، اللي هي زي الخليف معناه إنه طبعا زي ما قلت الناس كلهم في الحج وما في إلا الحريم وأطفال هم اللي في جدة واللي في مكة جالسين يعني، وأغلب الرجال طبعا يروحوا الحج، فلذلك يصير أو يسموا الفترة هذه الخليف. أنا ماني بصدد إيش كان يصير الخليف أو حاجة من هذا القبيل، أنا بتكلم عن الاستعداد للحج، وبتكلم عن ذكرياتنا في مساعدة الحجيج. وكمان برضو لما كنا إحنا بنحج في ذيك الأيام، يعني أتذكر أنا كان ذيك الأيام كان عمري يمكن حوالي 10-11 سنة، طلعت حج، فكان كل شيء غالي، يعني قرص الخبز الصامولي الطويل ذيك الأيام يعني كان سعره مبالغ فيه، يعني عندنا في الأفران في جدة أو في مكة أو شيء غير الحج رخيص، لكن في الحج لأنه الطلب عليه كثير فبالتالي سعره يزيد، وهذه قاعدة اقتصادية، إذا قل العرض زادت، أو إذا طلب أعتقد اقتصاديين يفهموها، إذا زاد العرض قل الطلب، وإذا قل الطلب زاد نقص العرض أو نقصت القيمة أو حاجة زي كده. فالمهم الحجاج طبعا كانت وسائل النقل كانت بسيطة زي ما ذكرت في البداية، اللوريات، وتتصندق أو تتغطى وتتقسم إلى قسمين، قسم نساء وقسم رجال. في باصات قليلة. كانوا الناس كمان يطلعوا بسياراتهم العادية، يعني 4 أنفار 5 أنفار، عندهم خيمة، نصب خيمته وجلس، كانت بسيطة جدا يعني. الآن الحمد لله في تطور وفي تقدم وفي خدمات كبيرة، والحقيقة متوفرة يعني كل شيء. يعني أنا آخر مرة طلعت الحج مع حملة، يعني ما شاء الله تبارك الله، الخدمات
الأكل متوفر 24 ساعة. ما بين الأكل تلاقي برضو الشوكولاتات، الكيكات، يعني خدمات ما شاء الله تبارك الله. إضافة إلى الخدمات الجليلة اللي تقدمها حكومة السعودية، جزاهم الله خير. بلادنا الله يحميها ويحمي الحجاج من كل شر، ويكسر شوكة أي واحد يحاول أنه يمس أمن السعودية وأمن الحج والحجيج. الله سبحانه وتعالى يجعل كيده في نحره. نرجع للعادات. فالحجاج من أول زي ما قلت لكم طبعا من زمان، من بداية كان الحاج كانوا ينزلوا عن طريق البواخر في ميناء جدة اللي هو البنط الآن، واللي هو الآن موقع البنط اللي هو بعد مركز المحمل أو غرب مركز المحمل بشوية. فالمهم الشاهد إنه يجي الحاج بواسطة البواخر أو السفن. طبعا الوكيل أو المطوف أو الجهات هذا بيستنوه، بياخذوا الحجاج وياخذوا في مسار الحج. الآن إذا رحت وانت خارج من عمارة أو من مركز المحمل وداخل على شارع قابل، عفوا نعم، داخل على البلد، تلاقي باب من أبواب جدة القديمة. بعد كده تلاقي لوحة يسموها أو كاتبين مسار الحج. فمن هنا يبدأ الحاج من المينا إلى باب مكة، ويجلس هناك يريح شوية. الحجاج يريحوهم أو المسؤولين عنهم يريحوهم، يأكلوهم، يشربوهم، ويعدوا لهم الدواب وانتم بكرامة، اللي هي الحمير أو الإبل، والجمال والهذا، وينقلوهم من جدة إلى مكة عن طريق الدواب. ياخذوا لهم فترة طويلة جدا، يعني هذا من زمان. بعد كده جات السيارات، سواء كانت اللوري أو وسائل النقل الحمد لله المتوفرة طبعا في ذيك الأيام، يعني أنا بتكلم على القديم. فبيروح الحاج ويؤدي شعائر الحج ولله الحمد. في هذا الوقت كان من بعض الناس أو بعض التجار أو الباعة بيبيعوا صور زي هذه، أنا أوري لكم هي الآن، ذكريات للحج، فبياخدوها ويشتروها، ويعني على أساس إنهم يفتكروا ذيك الأيام ويفتكروا الفترة هذه اللي كانوا عايشينها. فسبحان الله ذكريات جميلة وحلوة عن الحج، اختصرتها أنا الحقيقة في حاجات كثيرة. طبعا الحاج يجي نازل لجدة، بيشتري برضو نفس يعني أفتكر الصور اللي زي هذه كنت أشوفها معروضة كده في بسطة على الأرض. كان الأخوان من الهند أو من باكستان يبيعوا الصور في طبعا صغيرة، في كبيرة، حسب المقاس، على أساس أنه كذكرى من ذكريات الحج. وبياخدوا كمان هدايا، طبعا بيرجعوا بقوارير موية زمزم وبعض العطارة من عندنا من جدة أو من مكة. يعني كمان ذكرتوني، افتكرت الطفل أو الحاج لأول مرة كنا نحتفل فيه. فكان يعني حتى الآن طبعا قلت الحكاية هذه، لكن بيمثلوها. يعني مثلا يجي عدد من الناس يفضل ينشدوا جو جو حجوا جو جو جو، يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى سخر لهم الحج، لأنه كان تعب وناس كثير كانوا يموتوا في الحج
من التعب والجهد والهذا. فالمهم كيف كنا نحتفل فيهم، جو حجوا جو. الأطفال الصغار يعني اللي تحت 10 سنوات آبائهم أو أمهاتهم في البيت يجمعوا الحلويات مع المكسرات وده، ويقوموا يصبوها على الطفل الحاج أو الطفلة، وإحنا نقوم إيش أو أصحابه أو أحبابه يقوموا يجمعوا بأكثر كمية من المكسرات والحلويات هذه، احتفالا واحتفاء بالحاج الصغير. هذه من ذكريات اللي افتكرتها. الحقيقة ذكريات كثيرة، بس هذه اللي افتكرتها. طبعا زي ما قلت لكم في أكلات مميزة كانت اللي هي المعمول. ما شاء الله تبارك الله اللحمة تكون متوفرة ذيك الأيام، كمية اللحم مع الرز مع هذا، فما شاء الله تكون موجودة في كل بيت. فالحمد لله على النعمة والنعم اللي احنا عايشين فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا وللحجاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.